أرجع أقول مجلس محافظة صلاح الدين صوت صاحب السلطة الحقيقية على إلغاء كورنيش البوعجيل اللي هو ب 117 مليار. اليوم السوداني متحديا القانون والدستور وضع حجر الأساس لكورنيش البوعجيل. هذا عمل أنا مثلي ما يسكت عليه ولا راح أسكت أبد مهما كلفني الأمر. فلذلك يعني حلقة اليوم راح تكون انطلاقة لمعارضة السودان. أنا الآن معارض لما فعله اليوم في تكريت، ومعارض لبعض ما أسمعه وما أعرفه ومسؤول عنه. ايش تعرف؟ من قصص فساد أعطيت لهذا وأعطيت لذاك. هذا مشروع بدري إيش حتى هذا يربح 100 مليار وهذا مشروع لهذا حتى يربح 50 مليار بعهد السودان. طبعا بعهد السوداني فساد كلها بالسنة الأخيرة. هذا كله صار بالسنة الأخيرة. صحيح طبعا. هذه كارثة. ما أعرف يعني. ومكتبه أحكم قبضته حتى انتزعوا صلاحيات الوزراء وأصبحت كلها في قبضة السوداني. كل شيء الآن بقبضة السودان. صحيح. واتفق مع الزعامة الشيعية. يعني هو يا ربما رادي هو اعتقد ربما انت ما اتاكد اعتقد راضي يسالني اذا انا ارى ان السوداني دكتاتور، ولكن استطيع ان اقول انه بدأ ليقدم نفسه دكتاتور، يقدم نفسه يعني رجل السلطة الأول دكتاتور. هسه ما أدري، ما أقدر أقول إحنا دولة ديمقراطية برلمانية، من الصعب أن يكون هناك دكتاتور. أكو نوع من الاستبداد. بعض التصرفات هسه ما تقدر تقول دكتاتور. إحنا نظام دستوري ديمقراطي، بعد الأربعة أشهر السوداني يقعد بالبيت وما يجي مرة ثانية. شو يقبض من الدكتاتور؟ طب مثلا يعني قصدي النظام السياسي العراقي هو هيك شيء. ولكن أنا لن أكون شاهد زور ولن أتحدث على حساب الحقيقة. السوداني في السنة الأخيرة هو غير السوداني في السنتين الأولى. وأعتقد إذا أني مشعان الجبوري الذي عرفت بأن أعارض كل ظالم وكل مستبد وكل مخطئ، فأعتقد يجب أن أسلط الضوء على ما أعرفه، ويجب أن أتخذ موقف، وهذا واجبي الأخلاقي.